هذه 3 أشياء حاول قد ما تقدر أنك تسويها في العشر الأواخر. أول شيء ليش تحديدا في العشر الأواخر؟ لأن في إحدى هذه الليالي ليلة القدر، وهذه الليلة تعادل بالأجر 84 سنة، فأي شيء سويته في هذه الليلة كأنك قاعد تسويه على مدار 84 سنة. أول شيء تصدق حتى لو بريال واحد، المهم أنك تطلع صدقة طول هذه العشر أيام، لأن صدقتك لو صادفت ليلة القدر كأنك أخذت أجر شخص قاعد يتصدق يوميا لمدة 84 سنة، فتخيل العائد اللي راح يعود لك من الأجر والرزق والبركة في حياتك. ثانيا، حاول أنك كل يوم تصلي قيام الليل ولو ركعتين في اليوم، لأن مثل ما قلنا لو صادفت ليلة القدر فكأنك أخذت أجر شخص كل يوم قاعد يصلي ركعتين لمدة 84 سنة. ثالثا، اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات طيلة هذه العشر أيام، لأن مثل ما ذكر في الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأتها 3 مرات فكأنك قرأت القرآن كامل. وإذا صادفت ليلة القدر فأنت قاعد تاخذ أجر إنسان قاعد يقرأ يوميا القرآن كامل لمدة 84 سنة. فلك أن تتخيل معي أنك إذا سويت إحدى هذه ال3 أشياء طيلة هذه ال10 أيام أنت كأنك سويت لمدة 84 سنة. 84 سنة قاعد تتصدق، 84 سنة قاعد تقوم الليل، 84 سنة قاعد تقرأ القرآن كامل، وكل الأمور اللي ذكرتها بسيطة جدا جدا ولا تكلفك شيء. فاعزم خلال هذه ال10 أيام أنك ما تترك ولا واحدة منهن، ولا تخلي هذا الفيديو يوقف عندك، لأن الدال على الخير كفاعله، وأي شخص راح يسوي أي شيء من هذه الأشياء بسببك راح تكون داخل في الأجر إن شاء الله تعالى.